بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا في فيديو جديد خاص بحبايبنا اللي هم مصابين بالتوحد. الخبر ده يا جماعة منشور في جريدة الأهرام 17/1/2024، بيتكلم عن افتتاح مركز علاج طيف التوحد بمستشفى العباسية للصحة النفسية. الخبر بيقول أستاذة منى السيد كتبت بتقول: افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ووزيرة التضامن الاجتماعي أمس مركز علاج طيف التوحد بمستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ضمن تطوير البرنامج المصري للتدخل المبكر للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وفي إطار حرص الدولة على الاهتمام بملف الصحة النفسية. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان أن الوزيرين تابعا العمل بمركز علاج طيف التوحد، والذي يسعى لاستقبال 50 طفلا يوميا ليوفر خدمات علاج التكامل الحسي وأحدث طرق الاكتشاف والتدخل المبكر لتأهيل أطفال طيف التوحد. وتابع عبد الغفار أن الوزيرين اطلعا على دائرة تقديم الخدمة للأطفال داخل المركز، بداية من استقبالهم وتحديد المناسب لكل طفل من جلسات العلاج والتأهيل حسب حالته، وكذلك آليات المتابعة مع ذوي الأطفال لضمان الحفاظ على نتائج تلك الجلسات. ده كان الخبر. نتمنى ان هو ممكن يفيد ناس كتيرة ما تعرفش بالمعلومات ديت. ارجو من حضرتك لو حضرتك اول مرة تشوفنا او اول مرة تشوف القناة، يا ريت تساعدنا ان احنا نوصل لعدد كبير من الاطفال المصابين بالمرض دوت. عافانا الله واياكم ان شاء الله، واعان ذويهم على علاجهم ومتابعتهم. نرجو منك تساعدنا نوصل لعدد كبير من الناس ديت عشان الكل يستفيد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.